السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعين الكرام. شنو نقول لكم؟ منين غنبدا؟ فضيحة. ما كاينش اليوم شي مغربي كتسولو كتقول لي اشنو واقع في كازا ما غاديش يجاوبك. كاين شي مغربي كتسولو تقول لي اشنو وقع اليوم في الدار البيضاء ولا البارح اشنو وقع في الدار البيضاء، وغيجاوبك جواب ديال ما عرفتش. الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، من المدن الكبار ديال المغرب، من المدن اللي هازي الاقتصاد ديال المغرب. يعني لولا الدار البيضاء لا كان الاقتصاد هزيل في المغرب. من المدن اللي هازه الاقتصاد، من المدن كذلك اللي هازه الساكنه، اللي كتعرف نمو ديموغرافي كثير. الدار البيضاء بحيث كتحتل المرتبه الاولى في الصعيد الوطني من حيث كثافه السكان. يعني غاب وحده راه فيها الربع ديال ساكنه المغرب، حوالي 10 مليون او ما يقارب ديال الساكنه. بيان سور لي ترونجي، الناس اللي تغني فيها ديما. ما علينا. هاد امطار الحمد لله اللي صبات فرشات العديد من المسؤولين، وفرشات مجموعة من الشركات. شوفوا عباد الله، كل عام كل فترة معينة كتجي ميزانية غير على البنية التحتية في كل منطقة. وشوفوا عباد الله هادشي اللي وقع في كازا، وهاد الروينة اللي وقعت في كازا، راه ما كيبشرش هادشي بالخير. هادشي كيدل على ان المسؤولين ما دايرينش خدمتهم. هادوك الفلوس اللي كتجيهم من طرف الدولة، الدعم اللي كيجيهم من طرف الدولة ديال اصلاح البنية التحتية، ما عرفناش فين كيزيد، لان كون كيصرفوا على هادشي هذا ما غاديش تبان هاد المشاكل في البنية التحتية. واش وصلت عباد الله لدرجة مدينة تغرق على قدها؟ مدينة يعني الدراري كيعوموا بحال كيعوموا في بيسين. مدينة على قدها تغرق. كاين شي منطقة دابا حاليا في الدار البيضاء ما يعني ما صبتش وما وقع على مشكل لا والو، عادي القوادس. وما كاينش كازا كاملة، الدار البيضاء كاملة، منطقة بمنطقة، بلاصة بلاصة، منطقة بمنطقة، كل شيء عرف هذا المشكل هذا ديال ضعف البنية التحتية. يعني شنو نقول لكم؟ نتمنى والله الا الصراحة ما هضره كتقال، لان بحال هادشي هذا يعني فحنا في 2021 وباقي كتسمع ضعف البنية التحتية، ودولة اللي غادة في التقدم، ماشي شي دولة اللي هذا. يعني كتشوفها كتخسر فلوس غير في مهرجانات، كتخسر فلوس في خوال خاوي بالعربية، وفي الاخر كتلقى البنية التحتية ما عندهاش. عجيب هذا الامر هذا، عجيب بصراحة. نتمنى المسؤولين تكون عندهم واحد شوية ديال النفس ويديروا خدمتهم، غير شوية ماشي بزاف، شوية ديال النفس ويديروا خدمتهم. ولا ما قادش اخويا على داك البوست السي المسؤول، ما قادش عليه، سير وخلي واحد يقد عليه ويعطي فيه. كاين لاش تبرزط راسك وتبرزطنا حتى حنا معاك، لان الناس الضرات. راه كاين اللي دخل عليه الماء حتى للدار ديالو. بنادم راه الماء دخل ليه حتى للدار. تخيل الماء، شفت شي فيديوهات الماء خرج وسط لانكاصه ديال الضوء. عباد الله عيب، حشومه. المهم نتمناو المسؤولين تكون عندهم شويه النفس ويتقوا الله في هاد الامور هذه، لان صعيبه بزاف. كان هذا هو الفيديو ديالنا. ما تنساوش وما تبخلوش علينا بلايك الا عجبكم الفيديو، تشاركوا معنا فلاشين باي خبر لحنا غيوصلكم ان شاء الله. وشكرا.